النهاردة هنحل لغز مسلسل الغرفة 207. هنعمل زي ما سارة كانت بتعمل ونركز على التفاصيل ونجمعها مع بعض. هنرجع للقصة من البداية. أول حلقة كانت بعنوان فتاة وحيدة، والاسم ده له معنى. الفتاة الوحيدة هي شبح الأوضة، وهي وحيدة لأنها ربما تكون فقدت عيلتها كلها وأصبحت وحيدة. شبح الأوضة كانت عارفة العقيد ريكاردو، وهو كمان كان عارفها، ولما شافها في الأوضة افتكرها. ومن الممكن جدا إن شبح الأوضة تكون في الأصل ليبية، والعقيد ريكاردو قتل عيلتها كلها، وممكن تكون مصرية وتسبب برضو بطريقة ما في قتل كل عيلتها، لأنها لما شافته في الأوضة قالت له إن هي كانت مستنياه من وقت طويل، وقالت له إن هي هتتقابل معاه مرة تانية عشان تنتقم منه، لأن هو تسبب في إن هي أصبحت فتاة وحيدة في الدنيا. ألفريدو لورينزو بعد ما هرب لمصر وبنى بالفلوس اللي معاه فندق لونا، وسماه بالاسم ده تخليدا للطفل قمر اللي قتلها ريكاردو بطريقة بشعة، وتعاطف معاها ألفريدو وسمى الفندق باسمها فندق لونا، ولونا معناها بالعربي قمر. ممكن جدا يكون المعسكر بتاع الليبيين اللي كان فيه ألفريدو والعقيد ريكاردو يكون في مكان على الحدود بين مصر وبين ليبيا، وممكن يكون المكان ده كان قريب جدا من مرسى مطروح، يعني أرض المعسكر كانت قريبة جدا من مرسى مطروح. عشان كده ألفريدو لما هرب من إيطاليا وجه مصر بنى الفندق على أرض قريبة جدا من المعسكر، إن ما كانتش أرض المعسكر نفسها. والدليل على كده ان ألفريدو في اللقطة اللي كان مقتول فيها في الأوضة المقفولة وكان بيقول لجمال اهرب، أرض الأوضة كانت رملية وهي نفس أرض المعسكر. وده كمان بيعني ان ألفريدو اتقتل في الأوضة بدليل الدم اللي لقوه على الحيطة، وبدليل الريحة الغريبة اللي لقوها أول ما فتحت الأوضة. ممكن يكون ألفريدو وشبح الأوضة اتقابلوا بطريقة ما، ممكن تكون كانت بتشتغل عنده في الفندق، ممكن يكون اتعرف عليها وحبها واتجوزها. بس شبح الأوضة كانت أمنيتها طول عمرها إن هي تكون وفضلت سنين مستنية تحقق الحلم ده، بس مع الأسف هي ما كانتش بتخلف. معنى كده إن ألفريدو هو أبو جمال، والدليل على كده إن ألفريدو كان بيرقص مع الطفل قمر بنفس الطريقة اللي جمال كان بيرقص معاها بيها. وكمان شعور الكره الغريب اللي كان جوه جمال ناحية العقيد ريكاردو، وطريقة ضربه ليه وانتقامه منه بإنه وداه الأوضة، وكأن روح ألفريدو حلت فيه بكل كرهها ريكاردو، ووداه الأوضة بدون وعي منه علشان ينتقم لروح أبوه ألفريدو. أدريانو أبو الخواجة مايكل كان زميل ألفريدو في الحرب، وممكن يكون ألفريدو طلب من أدريانو إن هو يساعده في بناء الفندق أو تشغيله أو إدارته، وأدريانو كان بيتظاهر بأنه صديق ألفريدو المخلص، لكن في الحقيقة هو كان بيعتبره خاين زي باقي الإيطاليين اللي كانوا بيعتبروا إن ألفريدو خاين. وأدريانو ممكن يكون كان بيعتبر إن الفندق ده ملك ليه ولكل الإيطاليين، لأن ألفريدو هرب بفلوس كتير من إيطاليا وجه بيها لمصر وبنى الفندق. أدريانو لما جه مصر مع ابنه مايكل وماركو علشان يساعد صديقه ألفريدو في إدارة الفندق، شبح الأوضة ما كانش بتخلف، فاعتبرت إن ماركو ومايكل زي ولادها بالظبط. هنلاحظ إن أدريانو في الجواب اللي كان سايبه لابنه مايكل، واللي شبح الأوضة طلبت من مايكل إن هو يدور عليه ويقراه علشان يفهم اللي حصل، كان بيطلب من ابنه مايكل إن هو يسامحه لأن هو كان السبب في كل اللي حصل. واعتقد ان الحاجة اللي طلب من ابنه مايكل ان يسامحه عليها ان هو طمع في الفندق وقتل صديقه ألفريدو، ودفنه في الأوضة اللي لقوها مقفولة بعد سنين طويلة في الفندق. وده يفسر الدم اللي كان على الحيطة وريحة الأوضة الغريبة. وممكن يكون أشاع ان هو اشترى الفندق من صديقه ألفريدو. عشان كده الست الإيطالية اللي كانت في الحفلة اللي كان عاملها الخواجة مايكل قالت لجمال ان اللي بنى الفندق ألفريدو، لكن اللي اشتراه منه بعد كده الخواجة أدريانو. شبح الأوضة وكل اللي سيطرت عليهم كانوا دايما بيكرروا جملة واحدة لجمال: انت السبب في كل اللي حصل. وده لأنه ما كانش طفل عادي، وأمه قدرت تخلفه عن طريق السحر الأسود وتسخير الجن، وقدرت إن هي تسخر الجن وتعمل فجوة أو معبر للجن يعبروا من خلاله للأوضة 207، وده عن طريق كتاب طلاسم وتعويذ، وهو الكتاب نفسه اللي ظهرت صورته في اللوحة. وشبح الأوضة قالت لجمال إنهم لما عرفوا سري قتلوني، وسرها إنها كانت بتمارس السحر الأسود علشان تقدر تخلف، وفي نفس الوقت علشان شبح الأوضة تحقق هدفها وتسخر الجن لخدمتها كان لازم تقدم قرابين أو تضحيات علشان العقد أو الاتفاق بينها وبين الجن يتحقق. وطبعا شبح الأوضة كانت بتحقد على الخواجة أدريانو والد مايكل لأن هو قتل ألفريدو واستولى على الفندق، علشان كده قدمت ابنه ماركو كقربان للأوضة أو تضحية. مش هو وبس، في حلقة تجربة ليلية حسن قال لجمال إن ماركو ابن الخواجة أدريانو هو وناس تانية اختفوا في الأوضة، وبعدها حصلت حادثة في أوضة 207، وحصل بعد الحادثة دي كل أحداث القتل البشعة اللي حصلت في الأوضة.
ومقصود بالحادثة دي حرق أم جمال في الأوضة بعد ما اكتشف أدريانو إن هي السبب في اختفاء ابن ماركو ودخوله الأوضة وعدم خروجه منها. وده اللي وضحه فوزي عبد الغني الصحفي للخواجة أدريانو في الجواب اللي كان سايبهوله، وهو إن هو عرف الحقيقة وعرف سر الأوضة 207 وعرف سر اختفاء ابن ماركو في الأوضة بفعل شبح الأوضة اللي فتحت معبر للجن وضحت بماركو علشان تكمل الاتفاق أو العهد اللي كان بينهم وبين بعض وتقدر تخلف وتحقق حلمها وإنها تكون أم. عشان كده أدريانو قرر إن هو يحرقها في الأوضة اللي كانت بتمارس فيها السحر الأسود، وهي نفس الأوضة اللي كان نازل فيها سعيد الصواف، واللي يمكن يكون شاف حاجات في الأوضة أو حصلت له حاجات بسببها. علشان كده اشترك مع الخواجة أدريانو وناس تانية في حرق الساحرة أم جمال. جمال ما كانش طفل عادي، جمال كان هو السبب في كل حاجة حصلت. رغبة أمه في إن هي تكون أم واستعانتها بالسحر الأسود عشان تخلفه خلته هو السبب في إن هي اتحرقت في الأوضة، وأصبح جمال هو السبب برضه في كل حاجة هتحصل بعد كده، لأنه بموت أمه فرقوا بينها وبينه وأصبحت ملعونة وملوثة بقتل كتير من الضحايا، وكل ده علشان ترجع ابنها لحضنها تاني وتنتقم من كل اللي كانوا السبب في حرمانها من ابنها. وشبح الأوضة انتقمت من الصحفي فوزي عبد الغني لأنه هو عرف حقيقتها وعرف اتصالها بعالم الجن وورت له حاجات وأهوال ما قدرش يتحمل لما شافها. ونفس الشيء حصل مع ابنه حسن اللي ورت له الحقيقة كاملة وعرف إن جمال هو السبب في كل اللي حصل. شبح الأوضة حتى بعد ما ماتت فضلت محتفظة بالقوة بتاعتها وفضلت على عهدها بتقديم القرابين والتضحيات للأوضة اللي أصبحت معبر للجن، وطول الوقت كانت شبح الأوضة مستمرة في تقديم التضحيات دي ودفع الثمن علشان تفضل محتفظة بقوتها. في حلقة لعب عيال كانت ضحية الطفل أكمل اللي خالته فاطمة كانت طمعانة في جوز أختها وكانت عاوزة تزيح أختها من طريقها، وكانت بتمارس سحر الشموع، وده اللي شفناه لما فاطمة كانت وسط الشموع كأنها بتمارس طقوس معينة. وده نوع من الأسحار السفلية اللي استخدمتها فاطمة للسيطرة على زوج أختها اللي كانت طمعانة إنها تتجوزه، وقدرت عن طريق السحر إن هي تسيطر عليه، ومش بس كده تخليه كمان يقتل ابنه أكمل، وفي نفس الوقت اتسببت في موت أختها اللي ماتت غرقانة في البحر بسبب إن هي تخيلت إن ابنها نزل البحر وما طلعش منه. فالأوضة كانت دايما بتدي الحل، لكن كان عليهم إن هم يدفعوا الثمن. محمد الصايغ اللي شبح الأوضة بمساعدة الجن كانت بتوهمه إن هو بيشوف مراته اللي ماتت مرة كل سنة، وده كان مقابل إن هو يدفع الثمن ويقتل عروسة كل سنة ويجيبها للأوضة. كان واضح جدا إن شبح الأوضة ليها سلطان على الجن أو في اتفاق بينهم، زي فاتن اللي استدعتها علشان تفتن جمال وتغويه علشان يبعد عن سارة، واللي شبح الأوضة كانت مقررة من البداية إن هي مش هتخرج حية من الفندق بسبب حب جمال ليها. وفي الحلقة الأخيرة سالم قال إن هو لما كان في جبل الجن لقى نفسه في أوضة 207، وده معناه إن أوضة 207 مكان للجن أو معبر للجن. شبح الأوضة بمساعدة الجن اللي سخرته اداها قدرات كتيرة جدا، زي إن هي كانت بتشوف كل اللي حواليها وبتسمع كلامهم وحواراتهم من غير ما يشوفوها، وبتقدر تتشكل في أكتر من صورة، وكان عندها قوة كبيرة جدا في إن هي كانت بترجع الأوضة لحالتها زي ما شفنا الأوضة بعد ما الصنايعية كسروا فيها، وقدرت إن هي ترجعها زي ما كانت. شبح الأوضة كانت حاقدة على ابنها جمال لأنه كان السبب في حرقها، وفي نفس الوقت كانت بتحبه لأنه ابنها، وكان عندها أمل إنه يرجع بيه الزمن يمكن يقدر يغير كل اللي حصل. وقالت له إنه هيقدر يختار، يمكن يختار إنه يمنع أدريانو من إنه يموت حبيبها وجوزها ألفريدو، يمكن يختار إنه يمنعها من إن هي تلجأ للسحر الأسود عشان تخلف، واللي بسببه حصلت حوادث كتير في أوضة 207. بس لو اختار ده كده جمال مش هيكون ليه أي وجود، لكن هيقدر ينقذ ناس كتير زي موظف الاستقبال وسارة اللي كان بيحبها، وهيقدر يمنع كل الحوادث اللي حصلت في أوضة 207. وممكن يختار إنه يمنع أدريانو من إنه يحرق أمه، وساعتها هتفضل حوادث الاختفاء في أوضة 207 مستمرة. اختيارات كتيرة لجمال هنعرفها في الجزء الثاني. حاجات كتير عجبتني في المسلسل. أول حاجة التمثيل كان فيه بساطة وتلقائية، مفيش مبالغة مفيش تكلف، كلهم بلا استثناء أبدعوا وتألقوا في أدوارهم كأننا كنا بنشوف حوار حقيقي مش تمثيل. كمان الاستعانة بممثلين عندهم طلاقة في اللغة الإيطالية زي مراد مكرم ونبيل عيسى ورزان مغربي وأكرم الشرقاوي، كل ده إدى واقعية على الأحداث بتاعة المسلسل كأنهم طليان بجد. الممثلين كلهم كانوا متقمصين الشخصيات كأنهم ما بيمثلوش. بداية الحلقات بأغاني بتعبر عن موضوع الحلقة كان ليه دور كبير في إننا نتعلق بأحداث المسلسل، وخاصة صوت صدى أم كلثوم اللي خلانا نشعر بالشجن والذكرى والرجوع للماضي. الموسيقى التصويرية كمان وموسيقى تتر المسلسل كانت موفقة جدا،
موسيقى أشرف الزفتاوي اللي كانت مزيج من التعبير عن الذكريات المؤلمة والغموض والترقب والرومانسية والحزن والإثارة. كل دي حاجات تتحسب لمؤلف الموسيقى التصويرية اللي واضح إن هو شرب أحداث المسلسل وقدر يترجمها في صورة موسيقى مؤثرة ومعبرة عن الأحداث. جزء كبير كمان من نجاح مسلسل الغرفة 207 إن هي مقتبسة من رواية الدكتور أحمد خالد توفيق الله يرحمه، وهي رواية بنفس الاسم، لكن طبعا الرواية مختلفة تماما عن المسلسل، كأن المسلسل أخذ الإطار بس من الرواية أو العناوين، لكن المحتوى كان مختلف تماما عن المسلسل. وكمان ظهور رفعت إسماعيل في واحدة من حلقات المسلسل، واللي كان ما لاحظش أي حاجة غريبة في أوضة 207، وده يمكن لأن رفعت إسماعيل كان متعود على الأحداث الغريبة وما بقاش في أي حاجة تسبب له الرعب أو الخوف. وده كان لفتة جميلة من صناع المسلسل إن هم يجيبوا واحد من أشهر أبطال قصص أحمد خالد توفيق وهو رفعت إسماعيل بطل ما وراء الطبيعة. عجبني جدا الديكور بتاع المسلسل اللي حسسني فعلا ان انا في فندق قديم من ايام الستينات، بشكل الحوائط، بشكل الاساس العتيق، الستيل، حتى التحف كانت مناسبة جدا للفترة الزمنية، حتى الجرايد القديمة. الحقيقة المخرج كان بيهتم بكل تفصيلة صغيرة، وكل ده خلق حالة من الواقعية على الأحداث. في ناس كتيرة زعلت من نهاية المسلسل واعتبرت ان هو مش مفهوم، لكن احنا لو جمعنا التفاصيل الصغيرة البسيطة في المسلسل هنقدر نكون صورة واضحة الى حد ما عن اللي حصل، واكيد الصورة هتوضح اكتر واكتر في الجزء الثاني اللي هيكون فيه اجابات على تساؤلات كتير. وطبعا انتهاء المسلسل بالطريقة دي ده نوع من التشويق والإثارة، لأن الناس كده بقت عايزة كلها تتفرج على الجزء الثاني وتعرف إيه اللي حصل. طريقة التصوير كمان كانت موفقة جدا جدا، وخصوصا اختيار الإضاءة الخافتة في أغلب مشاهد المسلسل، والإضاءة الغير مباشرة سواء من أعلى أو من أسفل، ونوع الإضاءة ولونها أضفى طابع القدم على الأحداث. الملابس كمان كانت مناسبة جدا جدا للفترة الزمنية، سواء في فترة الثلاثينات أو الستينات. طبعا كمان من الحاجات الجميلة جدا اللي عجبتني في المسلسل المؤثرات السمعية والبصرية اللي كانت بتنقلنا بين أحداث المسلسل بين الحاضر والماضي بسلاسة، وخلتنا نعيش الأحداث كأننا جواها ونتفاعل معاها أكتر وأكتر. فكرة اللوحة كمان اللي كل شوية بتغير تفاصيلها وعرضها لحاجات حصلت أو بتحصل أو بتعرفنا حاجات لسه هتحصل كانت فكرة جديدة، وزادت من عنصر الإثارة والتشويق في المسلسل. كلنا في كل حلقة أول حاجة كنا بنبص عليها اللوحة علشان نتوقع أو نستشف أي حاجة من الأحداث اللي هتحصل. مشاهد الرعب عجبتني جدا وكانت بتخدم الأحداث بدون مبالغة، وكلنا حسينا بالخوف من أوضة 207 رغم أن مشاهد الرعب ما كانتش كتيرة، لكن الأوضة في حد ذاتها بصمتها وإحساسنا إن هي مدارية أسرار وحاجات كتير، دي أكتر حاجة كانت بتخوفني أكتر من مشاهد الرعب، لأني كنت بحس إن الأوضة شاهدة على أحداث كتيرة مرعبة حصلت فيها ومدارية أسرار كتير. في انتظار الجزء الثاني من أحداث مسلسل سر الغرفة 207.